كان أحد الكفار قد حفر حفرة، ويقال إنه جلس عليها أياما وقال لعل محمدا يمر من عندها فيسقط فيها. فلما كانت غزوة أحد وبينما كان الرسول في أثناء الغزوة لم ينتبه لتلك الحفرة فسقط فيها، ارتطم وجهه بالحجر فسال الدم وانكسرت أسنانه. وحين أراد أن ينهض من الحفرة إذا برجل من المشركين يضرب النبي بسيفه ضربا مصفحا، فدخل حديد الخوذة في وجهه الشريف وبدأ الدم ينزف بغزارة. عندها هرع الصحابة رضي الله عنهم يبكون من شدة ما رأوا، فتقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه محاولا رفع الخوذة وهو يقول فداك نفسي يا رسول الله، ولكنه لم يستطع إزالتها. ثم تقدم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فرفع النبي وحاول إخراج الخوذة بيده فلم يقدر على ذلك، فأمسكها بفمه وشدها بقوة حتى كسرت أسنانه، وتمكن بذلك من إخراج الحديد من وجه النبي. يقول الصحابة رضي الله عنهم لما رأينا أن أبا عبيدة قد سقطت أسنانه، والله لقد رأينا جمالا في وجهه لم نره من قبل. اللهم أدخل اليد التي تنشر هذه القصة الجنة.